هيكلة الجيش مخطط خارجي، هيكلة الجيش مخطط خارجي، الهدف منه إضعاف الجيش وتفكيكه، وقد تم ذلك. مسيرات ما أطلق عليها شباب التغيير جمعة هيكلة الجيش مطلبنا دعت إلى تسريع هيكلة الجيش اليمني. الهدف الاستراتيجي الثاني هو تفكيك الجيوش العربية من أجل ضمان أمن إسرائيل. لما تنزلي لليمن هتكتشفي إن هم أولا غيروا قيادات الجيش بعد علي عبد الله صالح ما مشي، غيروا قيادات الجيش كلها وقتلوا قيادات جيش موالية لأمريكا. أقوى الجسم الصلب في الجيش اليمني هو الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. تم تفكيك الاثنين، ودول كانوا في قبضة ابن علي عبد الله صالح. فكوا الجسم الصلب بتاع الجيش اللي هو الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وبالتالي تفكك الجيش اليمني. وفي دلوقتي عمليات اغتيالات واسعة بتتم على ضباط الجيش. يتم هدم الجيش اليمني بالظبط كده، استهداف الجيش وهدم البنية التحتية. وكأننا ننفذ خريطة استهداف الجيش العراقي في فترة من الفترات. بالظبط. القضية اليمنية، أنتم تحدثتوا على الاعتداء والاعتداء السعودي. احنا نريد أن نحمي مصالح دول مجلس التعاون الخليجي. تقولون مصالح السعودية، نعم نريد أن نحمي مصالح السعودية. الأحلاف وضعت لحماية المصالح، ومجلس التعاون الخليجي الآن هو يحمي مصالحه. اللي عاجبه هذا الإجراء ممتاز، مش عاجبه هذه مشكلته. فعايز اقول لك الضربات توالت، القواعد العسكريه كلها قصفت. النهارده في بيان هدم، يعني انت عايز تقول لي، خليني انا اقول يتم هدم الجيش اليمني بالظبط كده، استهداف الجيش وهدم البنية التحتية. وكأننا ننفذ خريطة استهداف الجيش العراقي في فترة من الفترات. بالظبط كده. انت ضربة مواقع الصواريخ. النهارده بيان لقد دمرنا 8 طائرات ميج. هي طائرات الميج دي ملك الحسين، طائرات الميج دي ملك الجيش اليمني. هقول لك ما هو أدهى، هقول لك ضرب معسكر الأمن المركزي. ليه؟ عشان الفوضى. عشان الفوضى، مش كده بقى. هقول لك ما هو أدهى، ضرب السجن. عشان نفس اللعبة اللي حصلت في مصر، عشان تطلقي قوى الفوضى في اليمن كلها. وثقة عالية من النفس مقرونة بالشجاعة والبسالة والإقدام، وقبل بكل قناعة ورضا حفظ مجلس الشعب التأسيسي وانتخابه رئيسا للجمهورية العربية اليمنية 17 من يوليو عام 78. أيها الإخوة المواطنون، وكأني بالتأليف يعيد نفسه، ففي مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الساعة منذ 10 سنوات خلت. إذا هل تستطيع أي قوة أن تضرب الشعب اليمني؟ لن تستطيع أي قوة أن تضرب الشعب اليمني. فيصل فاكر إنه أيضا هيقدر يبني قوة جوية ويجيب إنجليز وبتاع. امبارح قريت خبر إنه هيعمل مطار قرب اليمن. الأهداف تحققت على الأرض، وأن الشرعية تم حمايتها، وأن المواطن اليمني الآن لم يعد معرضا للخطر كما كان في الأيام الأولى. فعايز أقول لك الضربات توالت، القواعد العسكرية كلها قصفت. النهارده في بيان هدم، يعني انت عايز تقول لي، خليني انا اقول يتم هدم الجيش اليمني بالظبط كده، استهداف الجيش وهدم البنية التحتية. وكأننا ننفذ خريطة استهداف الجيش العراقي في فترة من الفترات. بالظبط كده. انت ضربة مواقع الصواريخ. النهارده بيان لقد دمرنا 8 طائرات ميج. هي طائرات الميج دي ملك الحسين، طائرات الميج دي ملك الجيش اليمني. هقول لك ما هو أدهى، هقول لك ضرب معسكر الأمن المركزي. ليه؟ عشان الفوضى. عشان الفوضى، مش كده بقى. هقول لك ما هو أدهى، ضرب السجن. عشان نفس اللعبة اللي حصلت في مصر، عشان تطلقي قوى الفوضى في اليمن كلها. قواتنا العربية اللي موجودة في اليمن ستعمل على القضاء على كل عدوان، ثم ستعمل أيضا على القضاء على قواعد العدوان. وما أقول قواعد العدوان ما أقصدش أبدا الشعب العربي في السعودية، أقصد قواعد العدوان التي يدبرها ملوك السعودية وأمراء السعودية ضد الثورة اليمنية وضد قواتنا العربية. هل تستطيع الرجعية الحاكمة في السعودية أن تقمع الآمال المشروعة والأحلام الجياشة في صدور الآلاف من شباب شبه الجزيرة العربية؟ أبدا، لن تستطيع الرجعية السعودية أن تحقق ذلك.
لاحظنا في السنة الأخيرة تعاون مطلق بين الرجعية العربية وقوى الاستعمار، وإن في تعاون وتضامن بينهم للعمل ضد القومية العربية وقوى الثورة والتحرر العربي. هذه البيوت، هذه المنازل سنعوضها، والمدافع اللي دمروها سنعوضها، والصواريخ اللي ضربوها سنعوضها، والطائرات اللي حطموها سنعوضها. المهم سلامة الرجال. لكن كما جاء في سؤال وكالة الأنباء أنه جاء هل اليمن ستشملها المعركة؟ نحن نقول لا، لكن إذا كان أنتم قوة الحلفاء تريدوا تفرضوا موقف على اليمن يا مرحبا. إذا كانت ضمن مخططكم كقوة متحالفة إن اليمن تشملها هذه المعركة يا مرحبا، لكن نحن لسنا طرف في المشكلة. لكن إذا مخططكم قائم على السيناريو مرسوم أن يشمل أكثر من دولة عربية غير العراق، يا أهلا وسهلا. هيكلة الجيش مخطط خارجي، هيكلة الجيش مخطط خارجي. ففي مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الساعة منذ 10 سنوات خلت وفي العاصمة العراقية بغداد، وخلال انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية قطع الإخوة الوزراء مناقشاتهم ووقفوا إجلالا وإكبارا واحتراما وتكبيرا ليمن العروبة، لمنبع العروبة، وشاهدوا مباشرة وعلى الهواء علم الجمهورية اليمنية وهو يرتفع لأول مرة من عاصمة دولة الوحدة الاقتصادية والتجارية من مدينة عدن. هكذا تفعل أمريكا اليوم، هي تحرك أحزاب وتحرك طوائف وتحرك منظمات وتغريها أنكم ستكونون بدل هؤلاء الحكام وليوجدوا صداما بين الحاكم والمحكوم. هكذا تفعل أمريكا اليوم، هي تحرك أحزاب وتحرك طوائف وتحرك منظمات وتغريها أنكم ستكونون بدل هؤلاء الحكام وليوجدوا صداما بين الحاكم والمحكوم لا ينتهي بينما تمر البراءة